شريط الليد الوايرلس، يا ترى ليه اسمه وايرلس مع ان هو ليه سلك كده عادي؟ واهم سؤال هيجي في بالك هو ايه الفرق بينه وبين شريط الليد العادي؟ هجاوبك على كل ده واكتر، بس ما تنساش اللايك والفولو والشير، ويلا بينا بسرعه. مبدئيا عشان نفهم هو ليه اتسمى شريط ليد وايرلس لازم نعرف شريط الليد العادي بيتصنع او بيتكون ازاي. شريط الليد العادي ده بيكون عباره عن شريط ليد، وعلى الطرفين بتوعه بيكون فيه وايرين او سلكين نحاس بطول اللفه. اما بقى شريط الليد الوايرلس احنا هنا ما عندناش الطرفين او السلكين او الوايرين النحاس اللي بيكونوا موجودين على الاطراف هنا، وما بنحتاجش ان احنا نركب الفيشه بتاعته بشوكه زي شريط الليد العادي. هنا احنا بنحط شريط ليد نحاس وبالفيشه بتاعته بتركب بالطريقه دي كده بمنتهى السهوله ومن غير ما يحصل اي مشاكل. فمن الاخر كده شريط الليد الوايرلس ده اسمه وايرلس عشان ما فيهوش الوايرين النحاس اللي بيكونوا موجودين على الطرف زي شريط الليد العادي. يعني من الاخر كده ده اسم تجاري مش اكتر. شريط الليد الوايرلس بيبقى عمره اطول بكتير جدا من شريط الليد العادي، واضاءته اكتر من ضعف اضاءه شريط الليد العادي. بص معايا كده، ده شريط ليد وايرلس دبل فيه 120 لمبه في المتر، وده شريط ليد عادي برضه دبل وفيه 120 لمبه في المتر. انت بعينك شايف انه اضاءته اقوى؟ ده اضاءته اقوى بكتير جدا من ده، بل بالعكس ده شريط الليد الدبل الاتنين لمبه الوايرلس اقوى من شريط الليد التريبل او التلاتة لمبه في العادي. فمن الاخر كده شريط الليد الوايرلس بيكون اقوى لو انت بتدور على اضاءه قويه جدا وبتدور على حاجه عمرها الافتراضي طويل. فشريط الليد الوايرلس الفردي متوسط سعر المتر بتاعه 20 جنيه، والزوجي متوسط سعر المتر بتاعه 35 جنيه، والثلاثي متوسط سعر المتر بتاعه 40 جنيه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو لسه عندك اي اسئله تخص شريط الليد العادي او الوايرلس سيبها لي في الكومنتات. سلام.